ندخل على واحدة من أهم التأشيرات اللي كتير بيفكر فيها الناس المستثمرين، وهي تأشيرة الاستثمار في ليتوانيا. تأشيرة الاستثمار في ليتوانيا بياخدوها بمدة سنتين، وطبعا بتبقى قابلة للتجديد كل سنتين. بتقدر تجدد تأشيرة الاستثمار في ليتوانيا، وطبعا بعد 5 سنين من الإقامة القانونية في ليتوانيا بتقدر تقدم على الإقامة الدايمة، وبعد 10 سنين من إقامتك في ليتوانيا بتقدروا تقدموا على الجنسية في ليتوانيا. طيب ندخل بقى على الأوراق المطلوبة اللي لازم تحضروها على تأشيرة الاستثمار في ليتوانيا. أول حاجة جواز سفر ساري، وطبعا لازم يكون في برضه مدة تكون أكتر من مدة التأشيرة اللي أنت هتاخدها. وتاني حاجة استمارة طلب التأشيرة. تالت حاجة صور شخصية ليك. رابع حاجة لازم تكون عامل خطة للاستثمار بتاعك اللي انت عاوز تعمله في ليتوانيا. لازم تكون عندك خطة محددة بنوع الاستثمار اللي انت عاوز تعمله في ليتوانيا، لازم تكون موجودة في الأوراق بتاعتك اللي انت بتقدمها لسفارة ليتوانيا عشان تحصل على تأشيرة المستثمر. خامس حاجة إثبات تسجيل الشركة في مراكز التسجيل في ليتوانيا. سادس حاجة إثبات إيداع الحد الأدنى للاستثمار في ليتوانيا، وده عن طريق إن أنت بتحط فلوس الحد الأدنى للاستثمار في أحد البنوك في ليتوانيا. سابع حاجة إثبات محل الإقامة أو السكن في ليتوانيا، يعني أنت لازم تكون عندك عنوان أو عنوان إقامة موجود فيه في ليتوانيا أو السكن بصفة عامة. طبعا بتثبته من عن طريق حاجتين، يا اما ان انت يكون مأجر مثلا شقة في ليتوانيا، او ان انت صاحب عقار بالفعل في ليتوانيا. فدوت برضو من ضمن الاوراق اللي لازم تقدمها في موضوع الاستثمار في ليتوانيا. تامن حاجة لازم يكون عندك تأمين صحي يغطي فترة الإقامة بتاعتك في ليتوانيا. وطبعا آخر حاجة بتبقى إيصال دفع رسوم التأشيرة في سفارة ليتوانيا في البلد اللي أنت موجود فيها. شروط التأشيرة ديت يا جماعة طبعا لازم ان انت داخل كمستثمر لازم يكون عندك بتأسيس اقل حاجة 28,000 يورو في البنك عندك. يعني لازم يكون عندك كحد استثمار، انت داخل راجل تفتح مشروع في ليتوانيا لازم تفتح اقل حاجة بالحد الادنى يكون 28,000 يورو تحطهم في البنك. في واحد يقول لي مثلا طب ما هو ممكن تفتح الشركة بحوالي 800 او 900 يورو. فتح الشركة حاجة، لكن ان انت داخل كمستثمر عشان تحصل على تأشيرة مستثمر في ليتوانيا لازم يكون عندك حد ادنى في البنك 28,000 يورو. تاني الشروط يا جماعة، ودي واحدة من اهم الحاجات في ليتوانيا، لازم اي مستثمر هيعمل استثمار في ليتوانيا لازم يفتح الشركة بتاعته او نوع الاستثمار اللي هو بيفتحه في ليتوانيا لازم يكون في نشاط فعلي للشركة. يعني في ناس مثلا بتفكر انا بفتح شركة على الورق لكن في الحقيقة ما بعملش اي حاجة. ده يا جماعة ما بيقولوش الموضوع ده في ليتوانيا. يعني لازم عشان ان انت تفتح اي استثمار في ليتوانيا لازم يكون استثمار حقيقي، يعني حاجة مجال ايا كان نوع المجال اللي انت عاوز تعمله لازم يكون المجال دوت نشط وشغال. عشان كده يا جماعة ده واحد من الشروط الأساسية في ليتوانيا، إن لازم يكون نوع الاستثمار اللي أنت بتعمله نشاط يكون شغال. مش بس كده، ده أنت كمان لازم تشغل موظف أو 2 أو 3 على الأقل من الناس المحليين أو الناس اللي عندها إقامات في أوروبا. فدي برضه من الحاجات اللي بتطلب في شروط الاستثمار في ليتوانيا. لازم يكون عندك خطة واضحة للاستثمار بتاعك في ليتوانيا، ولازم تثبت ان انت عندك القدرة على ادارة المشروع الخاص بيك. يعني لازم تكون خطة شاملة ازاي هيبقى المشروع بتاعك شغال، وهتوظف كام واحد، وهتدير المشروع ازاي. خطة يا جماعة بتقدمها كاملة عن موضوع الاستثمار بتاعك. طبعا رابع حاجة لازم تلتزم بالقوانين الضريبية والعمالية في ليتوانيا. فدوت واحد من الحاجات المهمة عشان تعمل اي استثمار في ليتوانيا. سعر تأشيرة الاستثمار دوت يا جماعة بتدفعوا لها 120 يورو في السفارة.